طيب في شوية ناس منكم يمكن يعرفوا الكلام ده لو كانوا متابعينا من زمان من أول الطريق، بس في ناس كتير من اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي ما يعرفوش إن يمكن من أوائل الفيديو اللي اتكلمنا عليه هنا على القناة في كم كبير جدا من النظرات الغامقة وكمان المريبة عن أفلام ديزني وبيكسار اللي كلنا بنحبها. من ضمن النظريات اللي اتكلمنا عنها كانت واحدة بخصوص فيلم أب، وإيه اللي الفيلم ده فعلا بيحكي عنه، ويبان إن ناس كتير من المشاهدين اتشدوا للنظرية دي وكانوا حابين يعرفوا عنها أكتر. وعشان كده احنا شايفين ان الوقت جه اننا نغوص اكتر في النظريه دي ونوريكم قد ايه الفكره دي قويه ومقنعه فعلا. وقبل ما نكمل في فيديو النهارده ما تنساش لو انت اول مره تدخل على القناه تعمل سبسكرايب شير كومنت لايك علشان خاطر ده كله بيساعدني ويدعمني، ويلا بينا نكمل. خلينا في الفيديو ده نتكلم عن النظريه اللي بتقول ان فيلم اب من بيكسار هو بيحكي عن رحله الاستاذ فريد زين لعالم ما بعد الموت. وخليك عارف ان النظريه دي شويه كئيبه، فلو مش عاوز الفيلم يتحرق عليك او يتبصله بشكل تاني للابد يبقى قافل الفيديو دلوقتي. انما لو كنت بقى من الناس اللي فعلا عندها فضول وعاوزين يعرفوا تفاصيل النظريه يبقى خليك معانا واسمع كل الرموز الكئيبه اللي موجوده في الفيلم ده. طيب قبل ما نبدأ نستعرض الأدلة اللي بتدعم النظرية دي لازم نفهم الأول هي بتدور حوالين إيه بالظبط. زي ما كلنا عارفين فريد زين في الفيلم بيتجبر إنه يسيب بيته اللي هو مراته اللي كانت حب حياته بنوه مع بعض واعتبروه بيتهم، وبعدها بيقرر يربط البيت بقى ببالونات كتيرة جدا ملونة ويطير بيها بعد كده في مغامرة أخيرة علشان خاطر يوصل لشلالات الفردوس. بس النظرية بتقول بقى إن فريد زين في الحقيقة عمره ما طلع من الأرض اللي كان بيعيش عليها، وإن الرحلة دي كلها كانت رمزية أو خيالية بعد وفاته. طب ايه اللي حصل بالظبط؟ خليني اقول لك اللي حصل. بعد ما فريد زين خبط العامل بتاع الشركه اللي كانوا بيتخانقوا معاه على صندوق البريد اتقبض عليه واضطر فعلا ان هو يروح المحكمه. وزي ما شفنا القاضي قال له ان بسبب سنه وحالته النفسيه لازم يسيب البيت ويروح لدار مسنين، مكان مش هيبقى فيه حريه ولا استقلاليه زي زمان. الخبر ده ممكن يبوظ نفسيه اي حد، وده حتى لو كان في صحته، فما بالك بقى بفريد زين اللي كبر في السن وبقى أقرب لنهاية عمره من بدايته، طبيعي ياخده بشكل أصعب من أي حد تاني. وهنا بقى فريد زين رجع بيته وقعد فيه لوحده مكتئب. مراته اللي كانت كل حياته ماتت، ودلوقتي هو كمان بيخسر آخر حاجة كانوا بيحبوها مع بعض وهي البيت. فالنظرية بتقول إن كل ده كان تقيل على قلبه، وإنه في الليلة دي وهو نايم قلبه وقف ومصحيش تاني. في ناس كمان بتقول إن الحادثة اللي حصلت مع صندوق البريد كانت الإشارة اللي خلت فريد زين يعرف إنه لازم يسيب الدنيا ويمشي، لأن الصندوق كان آخر حاجة بيربطه بالعالم وآخر حاجة فضلت من إيلي اللي خلاص هي مش موجودة دلوقتي. وكل اللي شفناه بعد ما وصل له قرار الإخلاء كان في الحقيقة رحلة فريد زين الشخصية في العالم الآخر من بعد ما مات. عارف ان الكلام ده كده بيخلي الفيلم الكئيب اصلا يبقى اكتر كآبة، بس استنى كده وكمل وشوف. لو بصيت للموضوع من زاوية منطقية هتلاقي ان فريد زين حاول يعمله انه يخلي بيته يطير في السماء بالبالونات. هي حاجة مستحيلة شوية. العلم بيقول ان لو عندك عدد كفاية من البالونات وكلها بالحجم المناسب ومليانة كمان بالهيليوم الكافي يمكن تخلي حاجة تطير، بس ده غير العوامل التانية الكتير زي الضغط الجوي وغيره. كمان لو بصينا للموضوع من ناحية منطقية البالونات دي ما ينفعش تكون وسيلة نقل فعلا، وده واضح جدا في الفيلم. فريد زين في يوم واحد جهز كمية بالونات رهيبة علشان خاطر يخلي بيته يطير، بس حسب الدراسات والمعلومات اللي العلماء جمعوها علشان خاطر بيت بالحجم ده يطير هيحتاج على الأقل 100,000 بالونة، وكل واحدة لازم تكون منفوخة لقطر حوالي متر تقريبا. ودلوقتي خلينا نتخيل اللحظة إن ده ما كانش هيكلفه مبلغ ضخم، مع إنه واضح جدا إنه ما كانش معاه الفلوس دي، خصوصا هو وإيلي أصلا ما قدروش يدفعوا 8 تذاكر السفر لشلالات الفردوس من زمان. حتى لو افترضنا إن التكلفة مش مشكلة، هو جايب كل الحاجات دي منين وجمعها بسرعة كده ازاي؟ زي ما شفنا هو جاهز كل حاجة في ليلة واحدة فقط، وحتى لو الفلوس او عدد البالونات ما كانوش مشكلة بالنسبة ليه، فهنفسر الهيليوم منين؟ علشان خاطر تنفخ عدد البالونات دي محتاج حوالي 1.5 مليون قدم مكعب من الهيليوم، وانا يمكن مش خبير في الهيليوم بس بصراحة مش شايف ان الكمية دي كلها ممكن تتخزن في بيت عادي. طيب ماشي هنمشيها وافترضنا مثلا فريد زين لقى كل البالونات دي وكل الهيليوم ده عنده، ازاي اصلا ربطهم وجهزهم كلهم في اقل من 24 ساعة؟ ده حرفيا كان في السما تاني يوم على طول بعد ما استلم قرار الاخلاء، فمفيش اي احتمال ان راجل في سنه غالبا مثلا بيعاني من الم في العظم او التهاب مفاصل يقدر يعمل كل ده لوحده وفي الوقت القصير ده. ده انا شخصيا لما بحاول اربط 3 بالونات عاديه صوابعي بتوجعني، طب بالونات بالحجم ده وبالعدد ده مستحيل.
ده عنده 86,400 ثانية بس في اليوم، هو محتاج ينفخ 100,000 بالونة، يعني كده كده مستحيل يحصل. الفكرة كلها مش منطقية ولا علمية خالص. ولو كانت حصلت فعلا فريد زين كان محتاج يلوي الزمن علشان خاطر يحققها. يعني باستخدام العلم والمنطق نقدر نقول ان فريد زين ما طارش بالبيت في الحقيقة، لكن اللي حصل كانت تجربة شخصية او رحلة حصلت جوه دماغه او في عقل الباطن. والحقيقة ده يمكن يكون منطقي جدا، خصوصا لو ركزنا شوية في الرموز اللي بتظهر طول الفيلم. هنلاقي ان في كتير منها ليه علاقة بالموت او الانتقال للعالم الاخر. يعني خلينا نبدأ من الاول. فريد زين وبيته هما بيطيروا في السماء في اول الفيلم. ناس كتير شايفين ده كرمز ان فريد زين بينتقل من الحياة في العالم المادي لحياة جديدة من العالم الروحي، او خلينا نقول ما بعد الموت. لو قابلت او سمعت عن حد مر بتجربة قريبة من الموت هتلاقيهم بيقولوا دايما ان هم بيحسوا ان هم بيطلعوا من جسمهم كأن روحهم بتعلو للسماء، بالظبط زي ما حصل مع فريد زين. بس اللي رفعه المرة دي كان بيته، الحاجة الأغلى عنده في حياته. أما بالنسبة للناس اللي قابلهم في رحلته، كل واحد فيهم ممكن يكون ليه معنى رمزي قوي لو ركزت شوية في تصرفاته وإزاي ساعد فريد زين. يعني على سبيل المثال الولد بتاع الكشاف اللي كان مطخطخ ده كان عسول، اللي كان مركز جدا انه ياخد شرط المساعدة لكبار السن. الولد ده ممكن نعتبره دليل فريد، سواء كان فريد مثلا حب ده او لا. الولد ده كان يعتبر زي النور اللي بيهديه، او حتى زي ملاك حارس. كان ناقص له حاجه واحده مثلا علشان خاطر في النهايه نشوف ليه جناحات، وهي انه يساعد حد يروح للجانب التاني بسلام. والجانب ده بالنسبه لفريد زين كان هو شلالات الفردوس. الولد ده كان دايما بيحاول يوجه فريد زين للطريق الصح، وطول الرحله كان بيساعده انه يبقى شخص افضل. فكر كده كم مرة تصرفات الولد أو ردود فعله على كلام فريد خلت فريد يغير من طريقته، رغم إن فريد زين بيبان عليه مش بيحب الولد ده أصلا، بس واضح إنه كان عاوز الولد ده يحترمه ويشوفه كشخص كويس. فلو افترضنا هنا إن الملاك ممكن يظهر في أشكال مختلفة، طب إيه المشكلة ولو الملاك مثلا ده قرر يظهر في شكل الولد ده؟ ممكن علشان خاطر يلمس الطفل اللي جوه فريد زين، وكمان يحقق ليه حلمه هو وإيلي ان هما يبقى اب وام الطفل، الحلم اللي عمره ما اتحقق، علشان بعد كده يروح للطائر اللي يسمى جميل، الطائر الكبير الملون. واكيد اول ما تسمع اسمه هتقول ايه علاقة جميل بالعالم الاخر. بس تعالى كده نركز. في اول مرة فريد والولد الصغير قابلوا جميل، فريد ما كانش مهتم خالص، بل كمان كان عاوز يسيبه يمشي، بس الولد الصغير فضل يلح والطائر نفسه كمان أصر. وفي الآخر فريد زين وافق إنه يجي معاهم. وعلى مدار الفيلم شفنا إن في النهاية فريد وكمان جميل بدأوا يكونوا علاقة، والعلاقة بنشوفها في النهاية إن هي بقت تقوى لحد ما بقت قوية جدا. ودي كانت حاجة خلت فريد زين يحس إنه عنده هدف، عنده حاجة يهتم بيها ويتعلق بيها. الحاجة دي أكبر من نفسه، زي بالظبط ما الناس ما بتتعلق كده بوجود قوة أكبر منهم. فخلينا نقول إن دلوقتي جميل ده من اللي شفناه إن هو كان زي الإلهام أو ملهم لفريد زين، سبب يخليه عاوز يبقى شخص أحسن. فلو رجعت بقى وبصيت على الفيلم هتلاقي إن جميل نادرا ما بيكون موجود وقت ما فريد زين فعلا بيحتاجه، بس بيظهر على طول لما فريد زين بيكون متضايق او زهقان منه. وزي ما ممكن تكون عارف الالهام دايما بيجي فجأة مش لما تطلبه، ومش ممكن تفرضه، هو بيظهر من نفسه وقت ما تبقى مش متوقع خالص. فنيجي بقى لاخر شخصية في المجموعة وهو الكلب اللطيف اللي لابس تو بيترجم افكاره الكلام. احنا عارفين ان تو زي ده مش موجود في الحقيقة ولا حتى في عالم كمان فريد زين، بدليل رد فعله اول مرة سمع كلب بيتكلم، وده دليل تاني ان كل اللي بيحصل ده غالبا جوه عقل فريد زين نفسه. الكلب في الحقيقة بيمثل التحول اللي فريد زين بيمر بيه من كائن مادي لكائن روحي. فكر في قصة الكلب شوية، في الأول كان بيشتغل مع الشرير، بس لأنه طيب وحنين ارتبط بفريد زين وكمان الولد الصغير بسرعة أكتر من أي حد، وبقى واحد من قبيلة فريد زين بعد ما كان أضعف كلب وسط الكلاب كلها. الكلب ده علم فريد زين قد ايه فكرة الانتقال مش بالضرورة تكون وحشة، وانه اوقات بيكون شيء جميل ومريح. والمثير بقى ان التوب بتاعه كأنه بيرمز للوصل ما بين عالم الانسان وعالم الحيوان، يعني نقدر نقول كأنه الجسر اللي ما بين الحياة والموت. أما بالنسبة للشرير فده بيمثل الشر أو الظلمة، شبه الشيطان اللي بيحاول يدمر كل شيء في نور أو مقدس. فهو كان فعلا عاوز يمسك جميل ويكشفه ويدمره، بس مش لأي هدف نبيل، لا كله علشان خاطر شهرته ومجده الشخصي. لو كان نجح في ده فريد زين غالبا كان هيقع في اليأس وما كانش هيكمل رحلته، وكان هيفشل في انه يلاقي السلام اللي كان بيدور عليه من غير ما يعرف. واخيرا خلينا نتكلم عن البيت نفسه. اكتر حاجه فريد زين كان متعلق بيها في حياته البيت ده، كان بيمثل ارتباطه بالعالم المادي وبالحياه اللي عاشها مع إيلي. ولما بالصدفه البيت وصل لاعلى نقطه في شلالات الفردوس الرحله كانت خلصت. المكان ده بالنسبه ليه كان زي الجنه، المكان اللي فريد زين هيرتاح فيه واللي إيلي مستناه فيه.
فاللحظة دي كانت نهاية أعظم مغامرة في حياة فريد زين، الرحلة اللي وصلته للسلام النفسي بعد الموت. وخلي بالك من حاجة مهمة جدا، علشان خاطر فريد زين يقدر يهزم الشرير اللي هو الشر في الفيلم ده وينقذ كمان الولد الصغير، كان لازم يسيب كل حاجة بترجعه للعالم الحقيقي، والبيت اللي هو رمز الإلي كان جزء من ده. يعني بشكل ساخر شوية، فريد زين كان لازم يسيب إلي، أو على الأقل الرموز اللي بترجعه ليها، علشان خاطر في الآخر يكون معاها في الجنة. بصراحة ده تفكير عميق جدا، وكل مرة أقرأ أو أسمع عن النظرية دي بحس إنها منطقية أكتر وأكتر. في الأول ما كنتش مقتنع بيها، بس دلوقتي بحس إنها قريبة قوي من الحقيقة. فأكيد نظرية زي دي في النهاية غيرت طريقتنا في مشاهدة فيلم أب. بس كالعادة لو وصلت لحد هنا استنى رايك في الكومنتات، ولو أول مرة تدخل على القناة ما تنساش بقى سبسكرايب شير كومنت لايك، عشان خاطر ده كله بيساعدني ويدعمني. وأشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.